السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مطبخ الأخوات. اللي ما شاء الله غادي نقدموا معكم أو غنشاركوا معكم اليوم الغديوة ديالنا المتواضعة، الغديوة ديال الأخوات. تابعوا الفيديو من الأول معنا من الأول حتى الآخر، ونتمنى إن شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظن الجميع. بالنسبة للغديوة ديالنا غادي نوجدوا الدجاج بالطريقه ديال بالشرموله ديال الحوت، راه ديجا وجدناه معكم في الفيديوهات السابقه. غادي نحطوا لكم المقادير ديالها او الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. كما كتشوفوا راه مشرمل بالتشرميله ديال الحوت ومنسم. دهنا الطاوه وغادي نغطوه بالورق ديال الزبده والبابي الومنيوم وغادي نخشيوه في الفران. كما قلت لكم اليوم الغديوه ديالنا المتواضعه بغينا نشاركوها معكم، وغادي نشاركوا معكم البطاطا بطريقه مختلفه كطيبه في الفران مقرمشه، كتجي غزاله ولذيذه بزاف. كما كتشوفوا عندنا هنا البطاطا اللي هي متوسطه البيضه. غسلناها مزيان متوسطه. غادي نسلقوها، غادي نديروا غير نص ديال السلقه مع شويه ديال الملحه. من بعد ما خدات داك النص ديال السلقه غادي نحيدوها من الماء، يعني ما كنخليوهاش حتى كطيب بزاف وكتبدا تعجن، يعني غير كنحسوا بان راه بدات كيدخلها الطياب كنحيدوها من الماء. هانتوما كما كتشوفوا. من بعد ما حيدناها من الماء بالطريقه هذه غادي نقشروها. كما قلت لكم كتاخذوا البطاطا اللي هي كتكون ماشي كبيره، كتكون متوسطه ديال الحجم، اولا كتكون داك البطيطات الصغيورين يعني ديال الفران. راهم موجودين في الاسواق. كنقشروها مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نقطعوها، يعني كل وحده غادي نقطعوها على 4. الا كانت هذيك البطيطه الصغيره، انا ما لقيتش صراحه في مشيت للمارشي ما لقيتش هذيك البطاطا الصغيره. الا كانت ديك البطاطا الصغيره يستحسن انكم تستعملوها، يعني هذه كتعطي المنظر ديالها كيكون صراحه رائع. انا ما لقيتهاش، يعني كتاخذوا غير هذه اللي هي الحجم ديالها متوسط وكتسلقوها، يعني كتستعملوا بنفس الطريقه. كما كتشوفوا اما اللي كبيره شي شويه كديروها على 4، واللي صغيره كديروها على 2. والا كانت هذيك المكربكبه الصغيره كتخليوها صاينه يعني غير كتقشروها صافي. نعطروها دابا كما كتشوفوا درنا معها شويه ديال الملحه. غادي نديروا معها الكمون. الملحه الكمون، عندي هنا الكمون ديال الدار بلدي، شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار، عندنا شويه ديال الملحه، شويه ديال البابريكا اولا التحميره، شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار. هنا بالنسبه لي هنا غادي نديروا شويه ديال الثومه. عندنا الثومه راه خديتها عند بائع ديال المتجر ديال العطريه، يعني كاينه الثومه اللي هي بودر وهي منسمه، وانا غادي نستعمل غير الثومه بودر اللي هي طبيعيه ما منسماش. درت واحد شويه تقريبا واحد النص ديال المعلقه صغيره كما كتشوفوا. وغادي نزيدوا شي شويه هنا ديال البابريكا. دابا غادي نضيفوا شي شويه ديال الزيت غير باش كتجمع لي داك المقادير. بالنسبه للمقادير نزيد كنأكد كنديروا الملحه، شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار، الثومه غبره اولا الثومه بودر. كنزيدوا عليها شي شويه ديال البابريكا وشي شويه ديال الزيت وكنخلطوها مزيان وكنديروها في الفران. بهذه الطريقه هذه كنفرشوا الطاوه، كنفرشوا الورق ديال الزبده وكنحطوها كنستفوها مزيان، يعني كنقادوها باش كنحاولوا باش كأن ديك العناصر كلها يعني تفرج فوق في الطاوه. من بعد غادي نضيفوا عليها كما غادي تشوفوا معايا هنايا، غادي نضيفوا عليها شويه ديال لا شابلور. بالنسبه لا شابلور حتى هو فاش مشيت عند بائع متجر ديال الحلويات كيبيع العطريه وداك الشيء، لقيت عنده الشابلور. كاين شابلور العادي اللي هو عادي، وكاين المنسم. انا غادي ندير هذاك اللي منسم، يعني فيه الاعشاب المنسمه، كيعطي المذاق اللي هو رائع بزاف. وغادي نخلطها مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما درت العطريه درت الثومه بودره، دابا درت هاد لا شابلور اللي هي منسمه، كتعطي واحد النسمه زوينه، واحد المذاق زوين، وكتلذذ البطاطا كتخليه مقرمشه. غادي نديرهم في الفران وغادي نخليها طيب كما كتشوفوا معايا. هانتوما من بعد ما تخلطات مزيان غادي نخلطها مزيان وغادي نخشيها في الفران. فهاد اللحظه الدجاج يعني من بعد ما خشيتها في الفران الدجاج راه هو طاب تقريبا طايب. من بعد ما كيطيب كتحيدوا ليه داك، يعني كيخلي داك المريقه ديالو كنبقاو نسقيوه شويه بشويه حتى كيتحمر وكيعطي واحد اللون زويون، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. هاد الوصفه هذه راه كما قلت لكم، او المقادير ديال الدجاج اللي هو بالشرموله ديال الحوت راه ديجا وجدنا معكم. هاد الوصفه هذه صراحه كيجي لذيذ بزاف. غادي نحط لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. هانتوما كما كتشوفوا
خليت هذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير من بعد ملي كيدخلوا الطياب. كنبقى نسقيه، يعني داك الماء اللي كيبقى يطلق كنبقى نسقي به، باش هذيك باش كتشرب هذيك النسيمه، داك الاعشاب المنسمه اللي استعملت معاه، وداك وما كيجيش ناشف من الداخل، وكيجي صراحه لو ديالو كيجي غزال بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم. الى عجبكم لي الفيديو ما تنسوش كما العاده لي لايك، ما تنسوش بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش الفائده تعمل الجميع. بالنسبه للناس الجداد ما تنسوش تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. انتما كما كتشوفوا من بعد ما خدات بدات كتدخل الطياب، يعني البطاطا بدات كتدخل لها الطياب، رشينا عليها شويه ديال الفرomاج هنا كما كتشوفوا الفرomاج باش كيعطيها واحد اللذه. يعني كما قلت لكم راه هذاك ديجا هذاك الشابليور اللي هو منسم كيعطيها واحد اللذه غزاله، والبودر ديال الثومه حتى هو الفرماج حتى هو كيزيد كيلذها. انتما كما كتشوفوا البطاطا ديالنا هي واجده، الشكل ديالها كيجي رائع، كتجي شكل جديد، كتجي مقرمشه، يعني كتبقى تعضيها وانت كتحسي بداك القرمشه ديالها. الفرماج حتى هو كيزيد كيلذها. كنخليوها حتى كتاخذ واحد داك التحميره، وكتاخذ واحد اللون اللي هو زوين ذهبي زوين كما كتشوفوا معنا. يعني الصراحه كتشهي، يعني المنظر ديالها قبل ما تاكلها يعني محدا كطيب وهي كتغريك باش تاكليها. كما قلت لكم دائما وصفه يعني مختلفه على المعتاد، يعني فايتين جربنا معكم. قبل ما نكمل الفيديو بعدا كنعتذر لكم حيت راه انا كندير المونتاج وفي نفس الوقت يعني العائله كيتفرجوا في لي ماتش. نتوما عارفين داك لامبيونس ديال لا كوب دي موند وداك الشيء. نتمنوا ان شاء الله الفوز الوطن المنتخب الوطني ديالنا. هاي الغديوه ديالنا وجدات، رافقناها بسلطه ديال الفلفله وديال المطيشه بطريقه مغربيه قحه، يعني كما كنقولوا الطريقه المغربيه الاصيله، وشويه ديال الزعلوك. انتما كما كتشوفوا الغديوه ديالنا راها واجده. غادي نحطوها يعني كتقدموها بالطريقه اللي كتشوفوها مناسبه لكم، كل واحد كيقدمها بالطريقه اللي كتناسبه. كما كتشوفوا الغديوه ديالنا صراحه يعني مختلفه على المعتاد. دائما تحاولوا انكم تنوعوا يعني في التقديم، وتنوعوا في الوصفات، يعني باش كتعطي واحد الدافع حتى الوليدات الصغار باش هما كياكلوا. حتى الا ما كانوش كياكلوا الخضيره ولا مثلا بحال هكا كياكلوا. يعني ملي كتشوف بانك كتشكلي يعني حتى المنظر ديال الحاجه حتى هي كتغري باش انك الواحد كياكل. انتما كما كتشوفوا البطاطا ديالنا ها هي واجده كما كتشوفوا طايبه في الفران، كتجي صراحه مقرمشه. جربوها وانا متاكده بان الوصفه غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه لهذا الدجاج كما كتشوفوا راه غادي ان شاء الله غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي سبق لينا ووجدناه في الفيديوهات الاولين ديال الفلاشين ديالنا. كيجي صراحه لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. غادي نحطوه لكم ان شاء الله في رابط الوصف. كما كتشوفوا كيجي لذيذ، كيجي يعني المذاق ديالو غزال من السم. هانتوما كما كتشوفوا غادي نحطوا البطاطا ديالنا، اما كتحطوهم في طبيصلات اولا كتحطوهم من الجناب. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم، نتمنى ان شاء الله الفيديوهات كاملين يعجبوكم. ما تنساوش لي لايك. دائما كنقول لكم لي كومونتير ديالكم الزوينه كتعطينا دافع باش كنعطيكم اكثر واكثر. ما تنساوش بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. قبل ما تضغطوا على زر الجرس ضغطوا على زر الاشتراك باش تابوناو معنا. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. ما تنساوش لي لايك، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم. الى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله. مع السلامه.